ازاي مطعم بالحجم دوت يقدم الكوارع كلها شعر وكمان يبقى فيه عنده حاجات نية؟ ورق عنب ني حلو كده. ويوم 14/2 في الفالنتين حبيت احتفل بعيد ميلادي، فقلت بقى اروح محل فواكه لحوم بيجا عامل ضجة كبيرة قوي هناك. وكمان اول ما رحنا ولقينا الزحمة ديت بسم الله ما شاء الله حاجة كده تبهر. وطبعا مفيش حد دلوقتي ما يعرفش بيجا لفواكه اللحوم، بقى اشهر من النار على العالم. روح بس السيدة وقول انا عايز اروح مطعم بيجا، الناس كلها هتدلك على طول. فجبت من عنده شوية حاجات كده وكنت لسه هغوط على الحاجات التانية، بس بصراحة قلت كفاية. وفي البداية بينزلك السلطات وبتحاسب عليها في الاخر. وتعالوا بقى نبتدي جولتنا بسم الله الرحمن الرحيم. وابتديت باول حاجة طاجن ورق العنب بكوارع وسعره 150 جنيه. ولما دوقت ورق العنب لقيته بارد، والورق العنب ذات نفسه لسه ني ما استواش وكان بارد. ازاي انا ما اعرفش، مع انه المفروض ان هو طاجن، بس الطاجن من جوه دافي، فانا ما عجبنيش خالص الطاجن دوت. اروح اجربه من عنده تاني؟ استحالة. ولما غوطت شوية لقيت كام شعرايه